السلام عليكم. بسم الله، نشارك معكم هاد الحلوه السهله. 125 غرام ديال الزبده، كاس معمر ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، واحد 3 ديال فرماج مثلث، واحد المعلقه صغيره مذوبه في شويه الماء ديال القهوه سريعه الذوبان، عندنا جوج بيضات. وحنا كنخدمو كنخلطو. هاد الحلوه كتجي بنينه الصراحه وسهله، في ساعه غادي تصوبوها والمذاق غادي يعجبو ولادكم بزاف. مازال غادي نقول لكم باش غادي نكملوا. غادي ناخذوا، انا خدات ليا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، واحد ساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام، وكل دقيق وكيفاش. المهم انا خدات ليا 5 ديال الكؤوس. بالنسبه للعجينه تكون خفيفه باش هكذا ما تمحنكمش ملي تكونوا كتخرجوها هكذا في البوق. وانتم على حسب القياس اللي بغيتو بغيتو ديروا حتى صغر من هكذا تديروها. ملي كملت طيبتها، يعني راه الفران خصو يكون ما يكونش فيه الحراره مجهده، حيت فيها الزبده. ملي غادي نجيو نلصقوها، انا لصقتها بواحد الطريقه. زدت واحد المكون عطاها واحد المذاق رائع، وحتى وليداتكم كما قلت لكم غادي يعجبهم هذا المذاق. بنتي بعدا قالت لي بحال البنات ديال صغيرك، قالت لك فكرتيني في الطفوله. الشوكولاط بيض مع واحد معلقه كبيره ديال الكوك كيعطي واحد المذاق رائع. جربوها وغادي غادي تحصلوا على داك المذاق اللي هضرت لكم عليه. هكذا كتجي بسيطه، كتجي هكذا زوينه، والمذاق كما قلت لكم ومحمره ومقرمشه زوينه. غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. واحد الملاحظه للزبده، الا درتو ديال البواطه غادي ديروا غير نص كاس ديال الزيت، الا درتو ديال التوريق ديروا كاس. هذه هي الملاحظه.